السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هنعمل الفيديو المنتظر واللي هو صنع بيت باربي، وهنعمل مع بعض النهارده المجسم ان شاء الله. طبعا انا كنت عامله السلسله دي 10 اجزاء زي ما قلت لكم قبل كده في البوست، بس طلع ان 10 اجزاء كتير وانا خلصت البيت في 8 اجزاء بس، فده الجزء الثامن والاخير ان شاء الله. انا عملت شويه حاجات في البيت قبل التصوير وما صورتهاش، وهي اني جبت الكرتون ولزقته في بعض بالسولوتيب، وكمان غلفت البيت من جوه بورق منقوش. ده بس اللي انا عملته. هوريكم دلوقتي انا عملت ايه، يلا بينا نشوف هعمل ايه. وده البيت اهو زي ما انتم شايفين. استخدمت كرتونتين بنفس الحجم لزقتهم فوق بعض، دول هيبقوا الدورين اللي فوق، وكرتونه كبيره قسمتها من جوه من تحت كده بالشكل ده عشان يبقى فيه دورين. ده كده الاربع ادوار. وطبعا الجزء اللي بره ده اللي انتم شايفينه ده هنا يعني هعمله كده زي جراج احط فيه عجلات العروسه. ممكن تسيبوه متعملوش فيه حاجه، وممكن كمان تعملوا فيه بلكونه برضو اللي انتوا حابينه. دلوقتي يلا بينا نشوف هعمل ايه. وعشان اعمل من فوق البيت هنا كده جزء للكلاب والقطط بتاعه العرايس، هستخدم هنا كده قطع الكرتون دي. ده قطعة كرتون على شكل مثلث، ودول قطعتين كرتون زي بعض عشان اعمل بيهم اطراف المثلث من الجنب. دلوقتي هبدأ ان انا الزقهم في المثلث، وكده خلصت الجزء اللي فوق البيت زي ما انتم شايفين كده اهو. لزقته في بعض بالسولوتيب من جوه اهو زي ما انتم شايفين، بس من بره عملت الجزء اللي فوق ده كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اغلفه من جوه، ومن بره هنغلفه لما نيجي نغلف البيت، بس هبدأ ان انا كده اغلفه من جوه الاول وبعدين ارجع لكم. كده غلفت الجزء ده اهو زي ما انتم شايفين من جوه اهو كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا الزقه فوق البيت بالسولوتيب، وكده ركبت الكرتونة من فوق زي ما انتم شايفين اهو، ركبتها على البيت. دلوقتي بقى قبل كده ما اغلف البيت من بره، شايفين الجزء ده، هبدأ كده ان انا اغلفه بورق برضو. وكده غلفت الجزء اللي جنب البيت اهو زي ما انتم شايفين. واخيرا يا جماعه عرفت ايه اللي فوق دي اسمها يا جماعه تندة. انا كنت ناسيه اسمها وانا بصور، فعماله اقول لكم البتاع اللي فوق البيت، بس هي اسمها تندة. كده بقى هنبدأ نغلف، واخيرا من بره اللحظه الحاسمه. هستخدم الورق اللي انا غلفت بيه التندة من جوه عشان اغلف بيه بقى البيت من بره، وطبعا الجزء ده اللي هو مفتوح نستغلفه. دلوقتي بقى اغلف وارجع لكم. وبس كده خلصت تغليف البيت بالكامل زي ما انتم شايفين اهو. كنت مستنيه الصراحه اللحظه دي، وكده بقى شكله احلى بكتير. ممكن طبعا تستخدموا اي لون في التغليف عادي. انا استخدمت لاصق شفاف والسلوتيب كمان في التغليف زي ما انتم شايفين كده اهو. غلفته كويس من كل جزء. دلوقتي بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هستخدم هنا الشريط ده لونه بينك، هغلف بيه الاطراف بتاعه البيت دي او بتاعه الكرتون عشان بتكون باينه، فهغلفها بالشريط ده. كمان انا مش بستخدمه كتير فهستغله في حاجه. ممكن كمان تستخدموا اي لون تاني، حتى لو درجه افتح من دي ممكن كمان تستخدموا اللون الذهبي عادي اللي انتوا حابينه. دلوقتي هبدا اغلف الاطراف وارجع لكم. وكده غطيت اطراف الكرتون بالشريط زي ما انتوا شايفين. استخدمت السولوتيب في تغطيه الاطراف، غطالي كويس جدا. وعشان بكره معايا ما كفتش، غلفت الاجزاء دي بنفس الورق اللي انا مغلفه بيه التندة برضو. دلوقتي بقى هعمل كده في الجزء ده حاجه، هغطي الحروف بنفس الورق اللي انا مغلفه بيه البيت. كده عملت الاطراف زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي هبدا برص المطبخ، ورصيته بالشكل ده. بعدين هرص الصاله ورصيتها بالشكل ده اهو. بعدين هرص الاوضه، وكده رصيت الاوضه زي ما انتم شايفين. دلوقتي هرص الحمام، وكده حطيت الحمام زي ما انتم شايفين. وهحط هنا عجلة العروسة حطيتها اهو زي ما انتم شايفين. وهرص هنا القطط والكلاب، وكده حطيت الكلاب في التندة زي ما انتم شايفين اهو. وكده انا خلصت البيت. بس قبل ما اوريكم الشكل النهائي، انزلوا بسرعه حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وكمان اكتبوا لي رايكم في التعليقات. ويلا بينا دلوقتي عشان اوريكم الشكل النهائي. وده كده الشكل النهائي البيت اهو زي ما انتم شايفين. بجد طلع شكله تحفه، وانا متخيلتش يطلع كده. بس في كده حاجتين ما عملتهمش معاكم في الاجزاء، زي الدولاب اللي في الاوضه ما عملتوش لاني عملته قبل ما ابدا السلسله اصلا. والبانيو اصلا كنت عاملاه حاجه تانية بس ما عجبنيش فغيرت شكله. فالحاجه التانية اللي انا كنت عاملها الاول موجوده في السلسله، لكن ده انا عملته من بلاستيك عادي وبنفس الطريقه برضو. ده شكل البيت النهائي اهو.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى كمان السلسله تكون عجبتكم. وده كان اخر جزء في السلسله. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامه.